زي النهارده ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد خليل اللي اتولد في يوم 19 يوليو سنة 1940. مين فينا يقدر ينسى الريس ستاموني في فيلم الكيف وأشعاره اللي حفظناها وهو بيغني للأفا ويقنع مزاجنجي بأهمية ودور الأفا في الحياة بأسلوب الكوميدي المميز. اتربى الفنان فؤاد خليل بين اسكندرية والقاهرة، وكان والده أحمد خليل سعد طبيب أشعة اشتغل فترة في الكويت، ووالدته تركية الأصل. بدأ مسيرته الفنية وهو لسه 11 سنة لما كون فريق تمثيل مع أصدقائه، وكان من بينهم الفنان الكبير محيي إسماعيل. اتخرج من كلية طب الأسنان سنة 1961 واشتغل في المسرح والتلفزيون والسينما سنين كتير، وبقى صاحب دور أساسي في كتير من الأعمال الناجحة. شارك في كتير من الأفلام السينمائية منها الكيف، صايع بحر، عايز حقي، حرامية في KG2، جاءنا البيان الثاني، رسالة إلى الوالي، البيضة والحجر، وحارة برجوان وغيرها. وشارك في عدد من المسرحيات منها مع خالص تحياتي، يانا يانتا، الدنيا مقلوبة، عيلة ما حصلتش، وشك حلو، راقصة قطاع عام. اتجوز الفنان فؤاد خليل من زميلته في كلية طب الأسنان بعد ما جمعتهم قصة حب، وأنجب منها أولاده أحمد ومنى. في حوار نادر له قال خليل إنه قفل عيادته في القاهرة علشان يتفرغ للفن. اعتزل الفنان فؤاد خليل التمثيل سنة 2006 بعد ما تمكن المرض منه واتصاب بشلل رباعي وجلطة في القلب، وقضى سنواته الأخيرة بين المستشفيات لحد ما رحل عن عالمنا يوم 9 إبريل سنة 2012. قول لنا إيه أكتر دور بتحبه للفنان الراحل فؤاد خليل؟